أصدقائي المتابعين، ازيكم عاملين ايه؟ ولسه مكملين معاكم قصة سيدنا موسى عليه السلام. وزي ما شفنا في الفيديو اللي فات رؤية فرعون واللي الملأ أفتوه إن في طفل هيتولد وهيكون السبب في هلاكه وضياع ملكه، وفرعون أمر جنوده بقتل أي طفل يتولد خوفا من الرؤية، بس علشان كده مش هيكون في ذكور، خفف عنهم شيء من العذاب، وبدأ يأتي المواليد سنة ويسيبهم سنة. وسيدنا موسى يتولد في السنة اللي فيها القتل، وشفنا سيدنا موسى هربته عن طريق صندوق خشب ورموته في النيل لحد ما وصل قصر فرعون اللي رباه وعاش فيه قصره لحد ما كبر، وقتل منهم واحد وهرب من مصر وراح إلى مدين خوفا من إنهم يقتلوه. وفي فيديو النهاردة هنشوف بقية قصة سيدنا موسى عليه السلام بالتفصيل لما هرب على مدين، ويا ترى هيرجع مصر مرة تانية ولا لأ، ولو رجع وقابل فرعون ايه اللي هيحصل، وايه قصة سيدنا موسى عليه السلام مع الصحراء. وهنشوف بعد كده ايه اللي هيحصل بينه وبين السامري، وايه هي قصة ذبح البقرة بالتفصيل، ويا ترى ايه اللي هيحصل لما يقابل الخضر. وكل ده هنشوفه بالتفصيل في فيديو النهاردة. بس قبل ما نبدأ فيديو النهاردة ما تنسوش تشترك في القناة وتفعلوا زر الجرس ولايك وشير عشان يوصلوك كل جديد. ويلا بينا نبدأ الفيديو. خرج موسى عليه السلام من مصر خائفا يترقب، وظل يسير في الأرض حتى وصل إلى مدين، وهناك جلس تحت ظل شجرة وكانت قريبة من بئر يسقى بعض الرعاة أغنامهم منه. ولاحظ عليه السلام وجود فتاتين تمنعان اختلاط أغنامهم بأغنام القوم، فتقدم سيدنا موسى تجاههما وسألهما، فعلم منهما أنهما لا تسقيان الأغنام حتى يفرغ القوم من سقياهم، فسقى لهما موسى وعاد لظل الشجرة. وبعدها بقليل جاءته إحداهما تمشي على استحياء، وأخبرته بأن والدها الشيخ العجوز يريد أن يؤجره أجر ما سقى لهم. صار خلفها سيدنا موسى عليه السلام، وعندما هبت رياح ضربت ثوب الفتاة بسببها، فخفض موسى عليه السلام بصره حياء وتقدم في خطواته، وطلب من الفتاة أن تدل على الطريق. قص موسى عليه السلام لوالد الفتاتين ما حدث معه بمصر وكان سببا في خروجه منها، فأخبر الشيخ قائلا: لقد نجوت من القوم الظالمين. ثم قال: يا موسى، إنني أريد أن أزوجك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 من عندك فذلك من كرمك. فوافق موسى عليه السلام، وبعدما انتهت 10 سنوات للاتفاق قرر موسى عليه السلام العودة بأهله إلى مصر. خرج موسى من مدين وسار مع أهله، وبينما كانوا يسيرون اختفى القمر وحل الظلام واشتد البرق،
وازدادت حدة البرد. فرأى سيدنا موسى عليه السلام نارا عظيمة مشتعلة عن بعد. امتلأ قلب سيدنا موسى عليه السلام بالفرح، وأمر أهله بالجلوس مكانهم، حيث أنه سيذهب للنار فيأتيهم ببعض أخشابها المشتعلة لتطفئهم. وعندما سار موسى عليه السلام تجاه النار حتى وصل لوادي طوى، نودي أن بورك في النار ومن حوله، وأن سبحان الله رب العالمين. نظر سيدنا موسى عليه السلام في النار فرأى شجرة مضيئة، وارتجت الأرض بالخشية والخشوع والرهبة. فسمع موسى الله سبحانه وتعالى ينادي: يا موسى إنه أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. ركع موسى عليه السلام لربه، وكان جسده بالكامل ينتفض، فخلع عليه وقال: نعم يا رب. وعاد سبحانه وتعالى يقول: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. زاد انتفاض سيدنا موسى عليه السلام كليم الله بينما يتلقى الوحي، وأثناء ذلك سأله الحق سبحانه وتعالى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ فأجابه سيدنا موسى عليه السلام: إنها عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فأمر الله سبحانه وتعالى بأن يلقي العصا من يده، فلما ألقاها عليه السلام فوجئ بأنها ثعبان عظيم يتحرك بسرعة من حوله. فأوجس موسى عليه السلام في نفسه خيفة عندما استدار وراء عصاه وقد أصبحت هكذا. فزع سيدنا موسى عليه السلام وشرع في الركض بعيدا عنه. ناداه الله سبحانه وتعالى وطمأنه وقال له: يا موسى لا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون. عاد سيدنا موسى عليه السلام وكانت الحية لا تزال تتحرك، فقال الله سبحانه وتعالى: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. مد سيدنا موسى يده للعصا وكانت ترتجف بشدة، ولكن ما إن لمسها حتى عادت عصا من جديد. عاد الأمر الإلهي لسيدنا موسى عليه السلام: أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. فوضع موسى عليه السلام يده في جيبه، وعندما أخرجها إذا بها تتلألأ كالقمر، فاطمأن عليه السلام كثيرا. أمره الله سبحانه وتعالى بالذهاب إلى فرعون ودعوته إلى عبادة الله وحده لا شريك له برفق ولين، ويأمر بأن يخرج بني إسرائيل من مصر. فأظهر موسى عليه السلام لربه مدى خوفه من المصريين، حيث أنه قتل منهم نفسه، ومدى خوفه من أن يقتلوه بعودته إليهم. كما أبدى عليه السلام رغبته في أن يرسل الله سبحانه وتعالى معه أخاه هارون، حيث أنه أفصح منه لسانا، خوفا من ألا
يفقه فرعون والمصريون قوله. فاستجاب الله سبحانه وتعالى لرغبته، وأرسل معه أخاه هارون، وطمأنه سبحانه وتعالى بأنه معهما يسمع ويرى، وأن فرعون بكل جبروته وقسوته لن يمسهما بسوء. وعاد موسى لأهله بني إسرائيل بمصر بعد اختيار واصطفاء الله سبحانه وتعالى له بأن يكون رسولا لفرعون، وبأن يدعوه لعبادة الله وتوحيده. وإن شاء الله في الفيديو الجاي هنشوف بقية القصة بالتفصيل. وباي.